حط كلمة السر بتاعتك هنا والبرنامج هيجرب كل الاحتمالات الممكنة لحد ما يوصل لها. أنا كتبت في الأول باسورد بسيط خالص 1 2 3. تعالوا نجرب مع بعض كده. شايفين دلوقتي هو عمل إيه؟ هو بيقول لي إن هو عرف يوصل للباسورد، إن الباسورد بتاعي 1 2 3، وإن هو جرب 211 ألف مرة ووصل لها في أجزاء من الثانية بالظبط. طيب إحنا ممكن نكبره شوية، نخليه 1 2 3 4 5 6 مثلا، ونشوف هيوصل له بعد قد ايه. شايفين هو بدأ يجرب كل الاحتمالات الممكنة. انا مش بديك طرق للاختراق، الهدف انك تعرف لو الباسورد بتاعك سهل التخمين ولا قوي. البرنامج بيبدأ من اول باسورد طول واحد ويجرب كل الاحتمالات، وبعد كده يزود 1 2 3 4. هيقول لك لو الباسورد بتاعك تقدر تجربه وتعرف هل الباسورد بتاعك سهل التخمين ولا صعب. لو سهل وجابه بسرعة يبقى انت محتاج تغيره بسرعة. لو معرفش يجيبه او خد وقت طويل جدا يبقى انت كده تمام. لو عايز الكود بتاع البرنامج عشان تجرب على الجهاز بتاعك بنفسك، اكتب لي في الكومنتات الكود. ولو عايز تتعلم ازاي تعمل برامج زي دي بنفسك وتأمن نفسك كويس جدا، في كورس على القناة دلوقتي بايثون بيبدأ معاك من الصفر خطوة بخطوة. ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.